حصل على الدكتوراه في تفسير القرآن الكريم، وحصل على الماجستير في أحكام التلاوة، الذي أبهر العالم الإسلامي والعربي بصوته ودقة أدائه معالي النائب الأول الشيخ القارئ المهندس هشام الفقي، قارئ القرآن الكريم والمقيم بالحسنية وصان الحجر، وهو ابن لكم على مدى الأيام والتاريخ. هذا النائب الذي عندما علم أن في ميتم في هذا البلد جاء مشاركا العزاء لهذه الأسرة الطيبة الكريمة التي أنجبت الحاج السيد الذي علما فوق الرؤوس في الاحترام والكمال، الذي تشيع سيرته في كل مكان بالحب والاحترام والتقدير. نستمع خاشعين إلى هذا العلم القرآني الشيخ العالم هشام الفقي، فليتفضل مشكورا نائب مجلس الشعب إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء.
وقال يا أيها الناس علمنا منطقا غير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين إن هذا لهو الفضل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وقال الحمد لله وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا
قال يا أيها الناس علمنا مناطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وورث سليمان داود وورث سليمان داود وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده وحشر لسليمان جنوده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من وقال رب أوزعني أن أشكر
التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. القرآن الكريم يصور لنا قصة نبي الله سليمان عليه السلام، وهو النبي الملك الذي توجه إلى ربه قائلا رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فكانت الإجابة على جناح السرعة، فسخرنا له الرياح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وفهمه لغة الطير، ومع ذلك أسدل الشكر كله لله. لذا يا ابن آدم إذا كنت في نعمة فارعها، فإن المعاصي تزول النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. هي التلاوة من سورة النمل، والتي كانت بصحبة القارئ الشيخ هشام الفقي علم التلاوة بمركز صان الحجر. ونحن نكرم أمنا رحمة الله عليها وأسكنها فسيح جناته فقيدة أسر وعائلات الأخرسة بجزيرة الصاوي، شاركين الأعزاء باسم أنجالها الفضلاء جميعا، معلم السيد العرباوي والمعلم ماهر العرباوي والمعلم ياسر العرباوي والأستاذ سعيد العرباوي، مشاركة باسم الحاج هشام حسن موسى، الشيخ السيد حسن موسى وإخوته، مشاركة للحج أحمد مشرف وأولاده، حج أحمد محمد سالم وأولاده، حج سلمي وأولاده. باسمهم أشكر لكم ولمن أتى وسعى وقدم واجب العزاء. أشكر باسمكم العميد الصوتيات الكبرى معنا في هذه الليلة، حج إبراهيم أبو نار وأولاده بالحمدين، داخل لؤلؤ السرادقات الشرقية الحاج حسام علي موسى بقهبونة. أشكر باسمكم العميد مصور الحفلات الدينية بمحافظة الشرقية مهندس حسام أبو عبيدة السعدني بمركز أبو كبير. أشكر أيضا لعميد قصور واجبات الضيافة المتر محمد عبودة مسعود بقهبونة.